الركن الأول من أركان العمرة هو الإحرام، ومعنى كلمة إحرام هي نية الدخول في النسك، وليس كما يعتقد الكثير من البعض إن هو بدم لبس ملابس الإحرام هو كده يبقى محرم. ولكن الإحرام بيكون عند الميقات بالنية القلبية أو بالتلفظ بالنية بإن هو يقول لبيك اللهم عمرة، وبدم دخل في الإحرام فتطبق عليه محظورات الإحرام. معنى كلمة محظورات الإحرام يعني الممنوعات اللي بيمنع منها المسلم بسبب إحرامه. طيب الممنوعات دي في منها ما يخص الرجل، وفي منها ما يخص المرأة، وفي منها ما يخص الرجل والمرأة. المحظورات اللي بتخص الرجل هو لبس المخيط، المحظورات وكمان تغطية الرجل رأسه بعمامة ونحوه. إنما المحظور اللي بيخص المرأة هو النقاب والقفازين. وباقي محظورات الإحرام اللي هي وضع الطيب على البدن أو على لبس الإحرام، أو إزالة الشعر بالحلق أو القص أو تقليم الأظافر، أو الوطء في الفرج أو المباشرة، أو قتل الصيد، أو عقد النكاح. دي كلها محظورات الإحرام بيشترك فيها الرجل والمرأة.